بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله انا هعمل معاكم القطايف. الفيديو طبعا متأخر شوية، بس احنا هنشوف مع بعض كده الطريقة سهلة جدا جدا جدا. انا عمري ما اشتريت القطايف دي من بره، يعني بقالي اكتر من 5 6 سنين ما اشتراش من بره نهائي، انا بعملها على طول. آه بصوا، احنا هنحتاج كوباية مية عليها كوباية دقيق. نفس كوباية المية هي كوباية الدقيق، يعني احنا الكوباية اللي هنعاير بيها تبقى هي واحد. كوباية مية عليها كوباية دقيق، او كوبايه ومعلقه دقيق، يعني لا قصدي كوبايه ميه، كوبايه. وممكن ناخد مثلا بتاع ايه معلقتين 3 ميه كده تاني زياده، يعني انا لما بتخمر بتتقل اكتر، فانا بزود ايه يعني مثلا كوبايه دقيق، بحط عليها كوبايه واقل من الربع ميه. تمام. وبحط عليها نص كيس خميره فوريه، بتاع معلقتين كده خميره فوريه، ومعلقه بيكنج باودر، وحطيت بتاع 3 او 4 معالق سكر، معالق الشاي، كل ده معالق الشاي. سكر وذرة ملح بس. وضربتها في الخلاط، لان الخلاط بضمن ان الدقيق يكون يعني اتضرب كويس في المية. وسبتها في قلب شفشق الخلاط تخمر، يعني انا ضربتها في الخلاط وسبتها في قلب الشفشق تخمر. وبعد لما خمرت بدأت ان انا حطيتها عندي. العلبة دي علبة كان فيها عسل. فانا عجبتني ان هي ليها بوز، بدل ما افتح ازازه. انا السنه اللي فاتت عامله فيديو، بس هتلاقوه على القناه هنا برضو. كنت عاملاها بالازازه، بس السنه دي لقيت الازازه دي موجوده عندي بتاعه العسل، فعجبتني بصراحه ان انا ايه اعمل فيها، وجربتها لقيتها حلوه جدا. فحطيتها بعد ما خمرت، رحت حطها في ازازه العسل زي ما انتوا شفتوا كده هون، وهي ليها بوز كده. وبدات صبيت في الجريلا دي. دي الجريلا تيفال، اللي هي لازم حاجه تكون تيفال او جرانيت او كده، ان هي ما بتلزقش. بس لازم تختبريها انها تكون سخنه، وبعد كده اما تسخنيها قوي تهدي النار شويه، مش قوي، نهدي النار بسيط. وبنبدا ان احنا ننزل بالازازه كده هون، زي ما انتوا شايفين اللي هي ايه. يعني على قد حسب القطايف اللي انت عايزاها، عايزاها كبيره، عايزاها صغيره، عايزاها عصفير، زي ما انت عايزاها بقى، انت اللي بتتحكمي في وانتي بتنزلي العجينه من الكيس. وطبعا كل ما باجي اصب عجينه في الجريلا لازم برجها الاول لانها بتخمر تاني. زي ما انتوا شايفين السكر هو اللي بيخليها يا جماعه من تحت تبقى محمره كده شويه. السكر احنا بنحطه في قلبها. الكوبايه الدقيق شايفين محمره من تحت ازاي، ده السكر اللي كده. لو السكر قليل مش هتحمر من تحت كده، هتبقى بيضه. انا هحشيها كاستر معاكم. طبعا ما خدتش وقت، لان طبعا الجريه زي ما انتم شايفين خدت 7 قطايف، 7 وحدات، فكانت سهله جدا. انا هعمل له قراطيس، وهعمل له يعني قرطاس احط فيه كاستر. زي ما انتم شايفين بصوا القرطاس انا بعمله ازاي. احط فيه الكاستر. فانا هعمل القراطيس دي عشان انا هحشيها كاستر. ممكن ان احنا نقفلها زي ما انتم شايفين كده قرطاس خالص، وممكن نقفلها بس من الجنبين للحمه كده. يعني انا عامله لكم الطريقتين، يعني الاتنين حلوين بصراحه. بس وكمان انا هحشي كمان معاكم جوز هند وسوداني. انا مكسره جوز هند وسوداني كده هحشيها في قلبها. وممكن ان احنا نحشيها بلح، يعني القطايف ان احنا ممكن نستغلها ونحشيها اي حاجه احنا عايزينها. البلح العجوه ده الطري شويه. انا كنت عامله فيديو على القناه برضو، كنت حاشيها بلح، بس انا النهارده هحشيها كاستر. وهحشيها مكسرات اللي هو سوداني وجوز هند اللي كانوا متوفرين عندي الوقت ده يعني. بس كده. فانا زي ما انتم شايفين انا قليتها اهو. بصوا بقى القراطيس كده انا هحطها برضو هقليها، وهطلعها هسقيها عسل. وبعد كده هحشيها الكاستر انا كنت عاملاه وسيبته برد خالص، ورحت مقلباه جامد جدا، ورحت بدأت ان انا حشيته. حطيته في كيس. هتشوفوا دلوقتي حطيته في كيس، كيس تلاجة عادي. وبدأت حطيت ايه في قلبيه. وممكن نحشيها كريم جانتيه، اللي هي المفتوحة دي، اللي هي القراطيس دي. ممكن نحشيها كريم جانتيه، ممكن نحشيها نوتيلا، ممكن زي ما بقول لكم الكاستر. اي حاجة احنا عايزينها. القطايف بصراحة مجالها واسع معانا. والقطايف التانية ممكن نخليها كبيرة شوية، بدل ما نحشيها مكسرات ممكن نحشيها لحمة مفرومة. برضو تنفع حادق، يعني هي القطايف مش حلو بس لا، تنفع حادق كمان. انا هبدأ اقلي بس كل الكمية اللي عندي، وبعد كده هبدأ اوريكم وانا بشكلها في الاخر. اه تقريبا الفيديو وقع مني بقى، اللي هو ايه،
اللي انا بحط الكاستر فيها. زي ما انتوا شايفين الكوبايه اللي ورا دي انا سانده كيس فيها بس، والقطايفه اهي سقيت عسل بعد ما خرجت، والعسل بيكون تقيل شويه. والتانية حطيت فيها كاستر، وانا بوريكم اهو الكيس اهو فيه كاستر وانا فاتحاه، بس انا حاطه الكوبايه بس عشان اسنده عشان ما يقعش وبس. وكانت دي الطريقه بتاعتي القطايف، وجربوها بجد مش هتشتروها من بره تاني، وانضف واحسن من بره. ولو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا بنزله. يا مرحبا رمضان، يا مرحبا رمضان، يا مرحبا رمضان.